ولكنه مع ذلك استشكل فيه الفخر في تفسيره الفخر الرازي في ذيل الآية المباركة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وردت عدة روايات من طرقنا ومن غير طرقنا أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين سلام الله عليه. الفخر لم يعجبه ذلك لعناده وتعصبه وعدائه مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، فأراد إنكار هذا. أولا أنكر أنه لم يرد في أمير المؤمنين سلام الله عليه على خلاف هذه الروايات الكثيرة. وثانيا قال إن هذه الكلمة لا تدل على الحصر وأن الولاية منحصر في الله وفي رسوله وفي علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الولاية المطلقة لهم لا تدل هذه الكلمة على الحصر، وقد استعملت في القرآن مع أنه بل في غير موارد الحصر. استشهد بالآية المباركة إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فقال إنه من المعلوم أن الدنيا لا ينحصر الأمر فيها بذلك، بل في الدنيا صلاة وصوم وجهاد وعبادة وتحصيل علم وغير ذلك من الأمور التي ترضي الله سبحانه. لا ينحصر الحياة الدنيا بهذه الأمور بحسب طبع الإنسان وبحسب سنه، كأولا من أيام الطفولية يشرع في الله وبعد ذلك في الله، بعد ذلك يكون زينة أيام شبابه، بعد ذلك يكون تفاخر في أيام الكهولة، بعد ذلك يكون تكاثر في الأموال والأولاد أيام الشيب. لا ينحصر الأمر بذلك، بل إن كثيرا من الناس أولياء لله سبحانه يشتغلون بالعبادات وبما يكون فيه رضا الله سبحانه، فلا تدل هذه الكلمة على الحصر لهذه الآية المباركة. وهذا الذي ذكره مكابرة واضحة. أولا إن الآية المباركة يعني مضمون هذه الآية كما ورد في هذه الآية بكلمة إلا، إنما كذلك ورد بكلمة إلا. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. كلمة إلا لا إشكال أنها يدل على الحصر كما ذكرنا. فإذا بل كانت هذه الكلمة يعني كلمة إلا مستعملة في الحصر وهو إذا لا ينكر ذلك، فما هو الجواب؟ أن هذه الآية كانت جوابا عن الآية المتقدمة إذن. هذا نقص. وأما حل المسألة فقد اشتبه عليه الأمر أو تعمد في ذلك، إما أن عناده أوجب اشتباهه أو متعمدا يتكلم بهذا الكلام. كلمة الحياة في الآيتين المباركتين لم تضف إلى الدنيا، يعني لم يذكر هكذا إنما حياة الدنيا أو إنما الحياة في الدنيا، ليس كذلك، بل كلمة الحياة موصوف ووصف الدنيا، والدنيا مؤنث تمام، يعني الحياة الدانية في قبال الحياة العالية. إنما الحياة الدنيا قسم الله سبحانه الحياة على قسمين، قسم سماها بالحياة الدنيا والقسم الآخر طبعا يكون الحياة العليا. ليس المراد بالآية المباركة الحياة في الدنيا،
في قبال الحياة في الآخرة، يعني الحياة في الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. في مقابل الحياة في الآخرة معلوم أن حياة الأنبياء، حياة الأولياء، حياة الأتقياء، حياة العلماء ليس لهوا ولعبا وزينة وتفاخر، بل الله سبحانه قسم الحياة في الدنيا إلى قسمين. الحياة في الدنيا قد تكون حياة دانية وقد تكون حياة غير دانية راقية عالية، مثل توصيف السماء بالدنيا في قوله سبحانه بل وزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وغيرها من الآيات. كيفما كان الدنيا صفة للحياة كما أنها صفة للسماء، هنا كان لنا بيان فزينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. قلنا إن المستفاد من الآية المباركة أن جميع الكواكب في السماء الدنيا، وأما السماوات التي فوق هذه السماء يعني سماء الدنيا فهي خالية عن الكواكب. استشهدنا بآية أخرى في بحث التفسير. كيفما كان كلمة الدنيا صفة للسماء كما أن كلمة الدنيا هنا في هذه الآية صفة للحياة يعني الحياة الدانية. فالله تبارك وتعالى أراد بيان أن الحياة الدانية التي لا تبقى بل ولا يبقى لها أثر وتفنى هذه الحياة بلا أثر، بل مع الوزر والوبال هذه الحياة هي لهو ولعب وزينة وتفاخر وتكاثر. معلوم أنه كذلك والحسر صحيح. الحياة الدنيا منحسرة في هذه الأمور، وأما غير هذه الأمور من الجهاد وتحصيل العلم وعبادة الله سبحانه لا يكون هذا من الحياة الدنيا بل من الحياة العالية الراقية، وهي حياة الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من الأولياء الصالحين. فالاستدلال بالآية المباركة على أن كلمة إنما لا تدل على الهاس استدلال واهن جزمان. فأما الصورة التي ناقش فيها أيضا غير قابلة للمناقشة، من أن الآية وردت في أمير المؤمنين سلام الله عليه قد دلت عليه الروايات من طرق العامة ومن طرق الخاصة.